السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الدرس الثاني من كورس نهاية البادئ. شفنا أول درس مع بعض هو درس مربع الوهمي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كي سكويرز أو اللي هو مربعات الحاسمة. في نقطة لازم تخلي بالك منها، نهاية البيادق من أصعب الدروس لأنها بتكون حساسة جدا وبتفرق عن نقلة واحدة بس. الدراسة لوحدها مش كفاية لأنه بيعتمد إنك بتحسب كويس قوي، لأنك في الأول وفي الآخر أنت مش هتحفظ أشكال، بس أنت بتفهم النظرية وبتفهم التكنيك بتاعها وعلى أساسه بتعرف تحل صح. معظم النهايات لازم إنك تكسب تيمبو اللي هو النقلة الزيادة، وعامل السرعة مهم جدا. يعني مثلا الملك هيلحق البيضة ولا لأ؟ طب لو الملك هيلحق البيضة ممكن نعطله مثلا بكش أو نحط له مثلا عائق، حاجة تعمل له بلوك. كل ده مع بعض واحدة واحدة هسهلك الدنيا خالص، وأوعدك بعد الكورس ده هتبقى محترف إن شاء الله في نهاية البيادق. هات قهوتك وانزل اعمل لايك وسيب تعليقك الجميل اللي زيك، وانزل اشترك في القناة، وتعالى كده ايه نستمتع مع بعض. طيب يعني ايه كي سكويرز او يعني ايه مربعات الحاسمة؟ من اسمها كده حاسمة يعني بتخلص، يعني مربعات اللي بتكسب. طيب يعني ايه برضه؟ يعني بكل بساطة لو الملك بتاعك او الملك الابيض زي الموقف اللي قدامك ده، لو قدر ان هو يروح لمربعات الحاسمة فهو بيكسب. طب ايه مربعات الحاسمة في شكل قدامك ده؟ اللي هو الاف 6 او الاي 6 او الدي 6. لو الملك الابيض قدر ان هو يروح اي مربع من ثلاث مربعات دول، ساعتها هنا الابيض بيكسب. يبقى ببساطة كده المربعات الحاسمة ديت هي اللي بتضمن ليك المكسب. لازم الملك الابيض بتاعك يروح في اي مربع من ثلاث مربعات دول، اي مربع، ساعتها بيكسب بغض النظر بقى الدور على الابيض او الدور على الاسود. يبقى هي كي سكوير ويننج، كي سكوير مكسب. يعني كده كي سكوير بتساوي مكسب. حط النقطه دي في دماغك، مهمه جدا جدا، لان ده يعتبر هنعتمد عليها في النهايات كلها. فكي سكوير لازم تحطها في دماغك ان هي بتبقى مكسب. طيب في الموقف ده دلوقتي لو اللاعب على الاسود، مثلا الاسود لعب كده على سبيل المثال اف 7، فساعتها قدر ان الملك الابيض يروح فين؟ الله ينور عليك، في الكي سكوير. كي سكوير اللي هو فين هنا؟ اللي هو دي 6. طيب لو هنا كان مثلا، لو كان الملك الاسود مثلا راح على سبيل المثال راح هنا، فبكل بساطه ممكن هنا الملك الابيض راح فين؟ الله ينور عليك، كينج اف 6. تمام. طب مثلا لو راح في، مثلا لو الملك الاسود ده راح مثلا في الكينج 8، عندك بقى ثلاث اختيارات والثلاثه بتكسبوا. يعني انت لو رحت هنا الاف 6 بتكسب، لو رحت هنا في الاي 6 بتكسب، لو رحت هنا في الدي 6 بتكسب. تمام تمام. طيب ارجع كده دلوقتي، مثلا الملك الاسود على سبيل المثال راح كينج دي 7. تمام. فانا على طول زي الصاروخ اقوم رايح المربع كي سكوير. طب انهي واحد في دول؟ طبعا ما ينفعش اجي هنا، صح، عشان الملك واقف، وما ينفعش اجي هنا عشان الملك واقف. يبقى المربع الوحيد المتاح في الكي سكوير هو ايه؟ كينج اف 6. فبكل بساطه برجع كينج دي 8، بلعب بعد كده، او خلينا احكي ماشي كينج دي 8، مفيش مشكله. وبعد كده بكل بساطه بلعب كينج اي 6. دلوقتي هنا الكي سكوير واحد من دول. تمام. بكل بساطه بكل هدوء كده، فبيخش بالملك كينج اف 8، وبعد كده باخد بلعب الملك بتاعي في كينج دي 7. وبعد كده البلا ده بقعد ازقه بس بيبقى وزير. يعني مثلا الملك يلعب هنا واحده، بزقه بيرجع تاني، خلاص الطريق بتاعه مفتوح. تمام تمام. يعني الملك بتاعي اول ما يكون كده موجود في الصف السابع بزق البيضة بجريه بيبقى وزير. تمام. سهلة سهلة. طب تعالى نشوف الموقف اللي بعده. دلوقتي زي ما انت شايف دلوقتي الملكين اهو قصاد بعض. الكي سكوير بالنسبة لي اللي هو الدي 7 والبي 7 والاي 7. بس هنا بقى في نقطة خلي بالك منها، ودي بقى النقطة بتاعت ايه؟ بتاعت المعلمين، بتاعت المحترفين. اما البيدق، اما البيدق بتاعك يكون في الصف الخامس، اما البيدق بتاعك يكون في الصف الخامس، تمام، الكي سكوير بيوسع. يعني ايه؟ يعني انت عارف دلوقتي ان الكي سكوير بتاعك اللي هو سي 7 والبي 7 والاي 7، صح؟ لو الملك راح في اي مربع من دول بيكسب. هتقول لي كلامك مظبوط. طيب دلوقتي البيضة في الصف الخامس، هنا بنوسع الكي سكوير بتاعنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الملك لو بيكون هنا في السي 6 او الاي 6 برضه بيكسب. بدل البيضة في الصف الخامس، ركز بقى في النقطة ديت، شرط أساسي إن البيضة يكون في الصف الخامس. أنت هنا عندك خمس مربعات كي سكوير، سواء في السي 6 أو الاي 6
او السي 7 او البي 7 او الاي 7. طيب تعال كده نشوف الشكل. وخلي بالك برضو ارجع اقول لك، هنا سواء اللاعب على الابيض او على الاسود برضو مكسب. يعني الابيض هنا بيلعب، الاسود هنا بيلعب، برضو مكسب. طيب هنا بكل بساطه الابيض بيلعب كينج اي 6، الاسود بيكمل مع كينج 8. هنا الابيض بيلعب ب 6، كينج ب 8، وفي الاخر هنا الابيض بيلعب ب 7. ولازم تتاكد ان البدا ده بيتزق، مش بيتزق بكش. يعني البدا لما يوصل صف السبع ما يتزقش بكش، لان لو اتزق بكش هيبقى تعادل. ومثلا البدا ده اتزق بكش كده تعادل، لانه بكل بساطه بيقف ورا الملك. فانت بتيجي هنا كده بقى تعادل رسمي نظمي. فلازم تتاكد ان البدا ده وهو بيتزق، لازم تتاكد ان هو بيتزقش بكش. فهو هنا بيجي يطلع بملك واحده فوق، وبعد كده كينج اي 7، والنقله الجايه بيجيب وزير، والنقله الجايه الابيض بيكسب. انا عايزك كل نقطه او كل كلمه بقولها لو تسجلها يبقى زي الفل. حفظتها تمام وفهمتها يبقى كده تمام. تعال نخش على اللي بعده. طيب دلوقتي زي ما انت شايف البيضه دلوقتي في البي 4، والملك هنا في الاي اف 8. هنا بقى نرجع للدرس الاولاني اللي هو المربع الوهمي. لو الملك الاسود ده مش في المربع الوهمي ساعتها ازقه واجيب وزير وانا زي الفل. طب تعالى نرسم كده المربع الوهمي اهو. المربع الوهمي بكل بساطه زي ما انت شايف كده، الملك دلوقتي ايه جوه الصندوق. فلو انت زقيت البيضه فبكل بساطه ايه بيروحوا يجيبوا، وهنا الدور بينتهي ايه، بينتهي بالتعادل. صح صح. ده بقى شفت بقى شايف عامل الصراع ازاي، اللي هو انت اصلا مش هتحسب، انت مجرد رسمت المربع الوهمي لقيت البيضه، لقيت الملك جوه جوه المربع، شكرا خلاص. يبقى فكره زقه البيضه دي فكره فاشله. طيب نروح بقى للخطه الثانيه، وهي ايه؟ وهي كي سكويرز او مربعات الحاسمه. طيب الكي سكويرز هنا ايه؟ الاي 6 والبي 6 والسي 6. كلام سليم كلام سليم. طيب بالمنطق كده وبالعقل كده المفروض الملك الابيض بتاعي يروح فين؟ يعني يروح اي مربع من دول عشان يكسب. بالعقل كده يروح ابعد مربع للملك الاسود. يعني الملك الابيض بتاعه المفروض يروح فين؟ يروح اي 6. طب ليه يروح اي 6؟ لان ده المربع البعيد بالنسبه للملك الاسود، فساعتها مش هيقدر يدافع عن ايه؟ يدافع عن البيضة. تمام؟ تمام. فانا بكل بساطه بلعب كينج سي 2، هو بيكمل بكينج اي 7، كينج بي 3، كينج دي 6، كينج اي 4، كينج سي 6، كينج اي 5. يبقى انا كده ايه؟ وصلت المربع الوهمي بتاعي. كينج بي 7، شكرا، كينج بي 5. كده بقى ايه؟ رجعنا للمثال اللي فات. فهو بكل بساطه هيلعب كينج سي 7، بروح فين؟ المربع الوهمي بتاعي اللي انا كنت قايل لك عليه. شوف كنت قايل لك عليه من كام نقله؟ من 8 نقلات. يبقى انت هنا لازم تشغل دماغك، انت عارف النظريه وعارف الفكره، يبقى انت هنا ناقصك التطبيق او التكنيك اللي هتمشي عليه. تمام؟ يعني انت دلوقتي عايز توصل لكي سكوير، لازم تحدده قبل ما تحرك الملك بتاعك. اهم حاجه ان انت تحدد الكي سكوير بتاعك. فانت بتحدد الكي سكوير بتاعك اللي هم 3 مربعات دول. طيب ادنى مربع اروحه اللي هو كينج اي 6. طب ليه كينج اي 6 او ليه مربع الاي 6؟ لان ده المربع ده بعيد عن الملك ان هو يروح، واخد بالك؟ فبالتالي فما بروح هناك ساعتها الكينج اي 6، ساعتها المربع ده يبقى هو كده انا خدت اللي هو المربع الحاسم او النقله الحاسمه. فهنا بكل بساطه هنا الابيض بيكسب. طب تعالى كده نشوف الموقف اللي بعده. الموقف ده صعب شويه وفي كام تريكايه كده ايه حلوه. طيب دلوقتي زي ما انت شايف الماك بتاعك فين؟ في الاف 1، والماك بتاعه في السي 8. طيب انت هنا اسرع ان انت تاخد البدء بتاعه وتقف فين؟ في الكي سكوير. الله ينور عليك. فانت هنا بكل بساطه احسن نقله هنا تلعب كينج اف 2. هتقول لي معلش يا كينج اف 2 ليه احسن نقله؟ طب انا ممكن العب بكل بساطه كينج جي 1، وبرضه هي هخش واقرب بالملك وابقى زي الفل. هقول لك للاسف انت غلطان.
طب ليه غلطان؟ لان هنا الملك الاسود هيروح يدافع عن البيدق بتاعه. انت كده خدت ايه؟ عارف انت خدت الملف الدائري اللي هو ودنك منين يا جحا، تقوم ماسك من الناحيه دي. انت فاهم ازاي؟ فهي الفكره كلها اللي هو لو انت جيت من هنا، هو بيجي يدافع عن البيدق بتاعه بكل سهوله. بتطلع بالملك، بتلاقي لك بالملك، واخد بالك معايا؟ وبعد كده كينج اي 7 بيقرب، انت بتقرب، يقول لك شكرا الدور بقى متعادل واحنا حبايب واصحاب. لا يا عم، ارجع كده 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 ارجع. هتقول لي طيب معلش يا كوتش، انت برضو لو طلعت من هنا الملك هيجيبه. اقول لك هيجيبه ازاي؟ انا عايزه في نقلتين، واشوف هيجيبه في كام نقله. فانت انا مثلا كينج اف 2 يجي يقرب، تعالى تعالى خلاص، البيدق واقعه وكيس كوين معايا وشكرا انا بكسب. فارجع ارجع ارجع. يبقى احسن نقله هنا هي كينج اف 2، لان بكل بساطه ايه، راح اجيب بالبيدق، وساعتها ايه اقدر اكسب الماتش. بس هنا بقى الاسود بيلعب لك نقله خبيثه، نقله بقى ايه فيها تشغيل دماغ شويه. بيلعب لك بكل بساطه اتش 4. ايه فكره اتش 4؟ ان هو عايز يقول لك البيدق زقه كمان عشان البيدق بتاعك يبقى بيدق قنار، بيدق على عمود الاتش. فساعتها الملك هيرجع يتعادل بسرعه. يعني ايه برضه؟ فاهمني عشان انا مش فاهم. يعني في الاخر عايز يوصل شكل كده، ان البيدق ده يكون في العمود ده، وفي الاخر يبقى ده الشكل النهائي، وبالتالي الدور ايه، الدور يبقى تعادل. فنرجع كده الشكل بتاعنا. فبعد الزقه ديت لازم انت هنا بقى تفكر. فانت بتلعب هنا نقله صايعه. ايه النقله الصايعه؟ اللي انت بتلعب كينج جي 1. سبعة جمال دي نقله. ايه الفكره؟ اللي انت عايز تجيب البيدق ده من هنا. طب لو مثلا لو انت قلت لي مثلا انا هلعب ايه كينج اف 3، ونفس الفكره برضو، عايز اجيب البيدق من هنا، بس للاسف النقله دي بلندر، لانه بيكمل فكرته، بيلعب اتش 3. طبعا لو اكلنا هيبقى نفس الشكل اللي انا وريته لك الشكل اللي فات. طيب، طب لو انت زقيت دفعت مثلا 4، فبكل بساطة بيلعب اتش 2. عايز يجيب وزير دلوقتي، لازم ترجع تجيبه، فبيجيب وزير. فانت رجعت بالملك زي ما انت شايف دلوقتي. عشان تكسب الماتش ده لازم ملكك يروح فين؟ يا اما في الاف 6، ويا اما في الجي 6 او الاتش 6. وطبعا ده مستحيل علميا وعمليا ونظريا، وزي ما انت عايز تقول قول. تمام. وهنا في نقطة خلي بالك منها بقى، البيدق ما يكونش قدام الملك، لازم الملك يكون قدام البيدق. استحالة البيدق يكون قدام الملك وتكسب، ده سبع المستحيلات. يبقى حط النقطة دي في دماغك على طول، لازم الملك يكون هو اللي سابق البيدق مش العكس. تمام. فارجع ارجع. عشان كده كينج اف 3 بلندر. امال ايه الصح؟ كينج جي 1. هتقولي طب ما هو يلعب نفس الفكرة، هيلعب برضه ايه، هيزوق البيضة برضه. لو انت اكلت هيكون بيضة قنار، والملك هيقرب وشكرا تعادل. اقول لك لا، فين اختلاف؟ انا هنا بلعب جي 2 بس، نقلة واحدة بس، وبعد كده بخش بالملك اجيب البيضة واقول لك شكرا. طب هتقول لي هنا طب ما هو يلعب كده كينج دي 7. اقول لك ولا اي حاجة، هات البيضة كينج اي 7. هو دلوقتي عايز يقرب، اكلت البيضة. ده دلوقتي الكي سكور بتاعي التلات مربعات دول. تمام. لو انا قدرت اوصل لواحد فيهم انا كسبت خلاص. فبكل بساطة بلعب كينج في 6. هنا بقى بلعب نقلة خبيثة. لو انا جيت هنا واقول لي كده شكرا تعادل، انت الكيس سكور بتاعك يا حبيب قلبي مش هتاخده. تقول لي اه تصدق. فانت بقى بتلعب حاجه اسمها مقابله وتريه، ان شاء الله ناخدها ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله. اللي انت هنا ما بتخسرش الكيس سكور بتاعك. فانت هنا بكل بساطه هو بيلعب كينج جي 6، فانت ساعتها بتلعب ايه كينج جي 4، والنقله الجايه هتاخد الكيس سكور بتاعك وبالتالي هتكسب. وده الشكل الاولاني اللي احنا ايه شفناه في بدايه الامثله. دلوقتي هنشوف مع بعض 3 امثله تدريب، كل مثال وقف الفيديو واختبر نفسك وشوف هتعرف تجيب الحل ولا لا. طيب، في الموقف اللي قدامك ده اول مثال معانا اللعب على الابيض. دلوقتي الابيض، السؤال بيكسب ولا بيتعادل؟ هنا بكل بساطة الابيض هنا بيكسب، لان بيروح كينج سي 6، والنقلة اللي بعدها هيروح في اي مربع من الكي سكوير سواء دي 6 او سي 6 او بي 6. يعني مثلا لو راح في كينج بي 8، فبكل بساطة بيروح فين كينج دي 7، وبيراقب وزير وزي الفل.
طيب تاني مثال معانا. دلوقتي اللعب على الابيض ونفس السؤال، الابيض بيكسب ولا بيتعادل؟ هنا بكل بساطة هنا الدور تعادل. طب ليه دور تعادل؟ الكي سكوير هنا ليه 7 والدي 7 والاف 7، فهنا بكل بساطة الابيض مش عارف يوصل ولا مربع من دول. طب لو انت كده مركز معايا من اول الفيديو، ليه مش عارف يوصل ولا اي مربع من دول؟ لان الملك هنا مش ورا البيدق، الملك هنا جنب البيدق، وزي ما قلنا ان الملك لازم يبقى قدام البيدق، الملك لازم يبقى قدام البيدق عشان يعرف ياخد ايه؟ الكي سكوير، سواء وراه او جنبه. فهنا الابيض مش بيكسب. فهنا بكل بساطه الابيض مثلا لعب كينج سي 5، هنا الملك الاسود عادي بيخش على البيدق وبيكسبه والدنيا زي الفل، وهنا الاسود بيتعادل بكل سهوله. طيب تعال نشوف كده المثال اللي بعده. دلوقتي في الموقف ده هنا الابيض بيكسب ولا بيتعادل؟ هنا اللعب على الاسود، هنا بكل بساطه هنا الابيض بيكسب، لان سواء لو راح بالملك كده او بالملك كده فهو بيكسب. لو راح مثلا كينج في اف 8 فبكل بساطه بيلعب كينج في اتش 7 والبيضه ده بوزير. خلصنا الحمد لله الدرس التاني. لو انت شفت الفيديو كامل احب اقول لك انك قطعت شوط كبير قوي في نهايه البيادق. اتمنى انك تشوف الدرس كذا مره لانه هيفرق معاك قوي، والاهم انك تحل بايدك. هسيب لك امثله تدريبيه تحت في الوصف تحل عليها بنفسك وتشوف النتيجه. لو حليت صح يبقى انت كده فهمت الدرس تمام التمام ومش محتاج انك ترجع له تاني. لو غلطت مفيش مشكله، عيد الفيديو تاني شوف انت وقعت في ايه وصلح من اخطائك. هو ده الشطرنج، ان انت بتتعلم، بتغلط، بتصلح من اخطائك. اشكركم واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله.